زمان كان اللي بيسكن في بيت كبير أو فيلا كان بيجيب سلك تليفون طوله 50 متر، ويفضل يلف بيه ورا الحيطة ويخرم في السقف عشان يوصل النت للدور اللي فوق. والسبب في العادة دي هقولك عليه في آخر الفيديو. بس دلوقتي احنا في عصر مش واي فاي. النهاردة جاي اشرح لك العقل المدبر لواحدة من أقوى أنظمة النت في العالم، نت جير اور بي واي فاي سيستم اب. قبل ما نغوص في التفاصيل، خد الخلاصة اللي هتخليك تقرر تكمل ولا تقفل. أهم مميزات: تحكم كامل عن بعد، نظام الدرع الأمني، سرعة إعداد خرافية، مراقبة أبوية ذكية، واختبار سرعة مدمج. أهم 5 عيوب: المميزات القوية بفلوس اشتراك، بيعلق أحيانا في التحديثات، بيسحب بيانات كتير في الخلفية، واجهة تقيلة شوية، ولازم يكون عندك جهاز اور بي غالي عشان يشتغل. نصايح قبل الاستخدام: anywhere access، اوعى تشتري اشتراك or more قبل ما تجرب النسخة المجانية. حدث الفريم وير من التطبيق فورا، افصل أجهزة الضيوف من شبكة في شبكة لوحدها، اعمل حساب نت جير قوي ب 2FA. يعني ايه بقى اور بي ده بالظبط؟ ده مش مجرد تطبيق، ده ريموت كنترول لسيستم مش بتاع. وظيفته الحقيقية انه بيلغي فكرة المناطق الميتة في البيت. لو عندك فيلا او شقة واسعة والنت بيفصل في اوضة النوم، التطبيق ده مع اجهزة اور بي بيخلي البيت كله شبكة واحدة بنفس الاسم والسرعة ونفس القوة. طيب مناسب لمين؟ مناسب جدا للي بيهتم بيتهم كبير، واللي بيهتم ان هو يشغل النت في كل حتة وعايز نت مستقر للجيمنج او الشغل ريموتلي. هو مناسب للمبتدئين لان واجهته سهلة، وللمحترفين لانه بيديك تفاصيل تقنية عن كل جهاز متصل وسرعته. لو ما عندكش جهاز اور بي اللي سعره غالي اصلا، التطبيق ده ملوش اي لازمة عندك. نستخدمه ازاي؟ حمل التطبيق، افتح البلوتوث موبايلك، وقف جنب الراوتر الاساسي، هتعمل حساب نت جير وتفعيل التأكيد بخطوتين. التطبيق هيصور QR كود اللي تحت الجهاز ويبدأ يعرف الأجهزة ساتلايت لوحده. حرفيا في 5 دقايق النت هيكون مغطي البيت كله. أهم قسم تدخله هو ديفايس ليست عشان تشوف مين سارق النت وتعمله بلوك بلمسة واحدة. المميزات الحقيقية اللي بتهمنا، أحلى حاجة هي anywhere access، يعني وانت في الشغل تقدر تطفي النت عن موبايلات في البيت أو تفتحه. كمان ميزة سبيد تيست بتعرفك العيب من الشركة ولا من الراوتر. أما الميزة المستخبية فهي ترافيك ميتر، ودي بتعرفك انت استهلكت كام جيجا بالضبط الشهر ده، عشان باقة الواي فاي المحدودة اللي بتخلص في أسبوع. طيب العيوب والمشاكل: أكبر فخ هو تطبيق بيزن عليك طول الوقت عشان تشترك في خدمة نت جير ار مور للحماية، وخدمة سمارت بارتنال كنترول. لو ما دفعتش هتحس انك واخد نص التطبيق. كمان التطبيق احيانا ما بيحسش بالاجهزة الجديدة الا لو عملت ريستارت. تريكات واسرار هقولك عليها: لو النت عندك بيقطع، ادخل على الاعدادات وغير واي فاي شانل من التطبيق لتردد اقل زحمة، وفعل خاصية جيست نتورك وخليها من غير باسورد لو عندك ضيوف كتير، عشان ما يلمسوش اجهزتك الشخصية ولا يعرفوا باسوردك الاساسي. خلي بالك التطبيق بيطلب صلاحيات الموقع لوكيشن طول الوقت عشان البلوتوث والواي فاي. تمام، وده ممكن يضايق المهووسين بالخصوصية. كمان تحديثات الفريم وير لو فشلت في النص ممكن توقف السيستم كله. فاعمل التحديث والموبايل جنبك وشحنه كويس. الفخاخ التسويقية بقى: هما بيستخدموا اسلوب الخوف، بيبعتلك اشعار جهاز غريب حاول يخترقك عشان تترعب وتشترك في خدمة الحماية المدفوعة. خليك ذكي، اغلب اجهزة الموبايل دلوقتي فيها حماية داخلية كافية. مقارنة سريعة: لو قارناه بتطبيق جوجل هوم او تي بي لينك ديكو الاوروبي، بيكسب في العمق التقني والسرعة الخام، بس بيخسر في سعر الاشتراكات وسهولة الاستخدام اللي جوجل بتتميز فيها. طب يستحق تحمله ولا لأ؟ لو دافع آلاف الجنيهات في سيستم اور بي فأكيد التطبيق ده إجباري ومفيد جدا، لكنه تطبيق استغلالي شوية في موضوع الخدمات المدفوعة. أكتر تعليق عليه لايكات في المتجر بيقول التطبيق ممتاز في الإعداد، بس لازمة ليه لازم أدفع اشتراك سنوي عشان أحمي شبكتي وأنا أصلا شاري الراوتر بمبلغ خيالي؟
ليه اهالينا كانوا بيمدوا سلك تليفون طويل؟ لان زمان ما كانش في حاجة اسمها ميش ولا اوربي، كان النت بيمشي في السلك بس، واي حيطة خرسانة كانت قبر لاشارة الواي فاي. النهاردة اوربي خلى السلك ده مجرد ذكرى. لو ما كنتش اعرف التطبيق قبل كده وعرفته من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن.